المستشفيات التكاملية والتوجه الدولة لبيعها، ورأي حضرتك في الموضوع ده؟ مستشفيات التكامل. طيب ايه تاني؟ انت بس قولي. أنا عندي مستشفيات تكاملية وعندي الأدوية منتهية الصلاحية اللي موجودة في الأسواق، وعندي مشكلة في البنسلين والأدوية الناقصة، وعايزة أسأل حضرتك عن نقدك لقانون التأمين الصحي الجديد. طيب بصي يا ستي، بما اني سايبه الاجزخانه بقالي 4-5 سنين، فخلينا بشكل عام عن نواقص الدواء. يعني مش حاجه محدده، وايه السياسه الدوائيه، بحيث نقول ان النواقص دي نتيجه لان في سياسه دوائيه خطا في كذا والمفروض نعمل كذا. بغض النظر بقى ان النهارده نقص الانسولين، من فتره نقص المحاليل وكده، يعني فهماني؟ يعني الدواء يعني بشكل عام الثلاث اسئله بتوع الدواء هنخليهم يعني بجاوب عليهم. طيب المستشفيات التكامليه هتيجي في، مش مجرد بقى المستشفيات التكامليه، هي هتيجي في خطة التأمين الصحي هيعمل ايه في كل الهيكل الصحي الموجود. تمام. انت عايزة المستشفيات التكاملية لوحدها؟ ماشي، يعني هتعملي لها سؤال لوحده. بحاول اعمل ملف عن فساد الصحة. بحاول اعمل ملف عن فساد الصحة بالظبط، ما انا ده اللي بقصده. فانا يعني هتلاقيني جاوبت بالشرط على السؤال كسؤال لوحده، لكن ممكن ضمن منظومه متكامله، منها ان مستشفيات التكامل كذا، ان مستشفيات التامين الصحي فيها كذا. اتفقنا؟ يعني هنقسمهم جزئين، جزء التامين الصحي والمستشفيات ووزاره الصحه، وجزء عن الدواء. تمام ماشي، وانت بقى منتجي براحتك او قولي براحتك. بالنسبة لنواقص الأدوية اللي كل شوية بنشوفها في السوق المصري، يعني خليني أبدأ الأول بإني الدواء، يعني زي ما أنا دايما بقول ودايما الصيادلة بيقولوا والأطباء، أمن قومي مصري. يعني صناعة الدواء أمن قومي، وإن صناعة الدواء على فكرة على مستوى العالم من الصناعات المربحة جدا. أصبح هناك مافيا للدواء، يعني زي مافيا المخدرات، زي مافيا تجارة السلاح. بنلاقي ان صناعة الدواء على مستوى العالم وتجارة الدواء بتبقى مربحة جدا. اذا بالتالي هناك احتكاريين على مستوى السوق العالمي. طب انت بتواجه ازاي؟ او ليه احنا كنا اقوياء جدا وكنا 80% من احتياجاتنا بنغطيها مع مصانع الادويه اللي باديه من الاربعينات، واللي في الستينات كانت هناك عدد من المصانع المنتجه للدواء المصري، ثم بعد ذلك الشركات التي دخلت على السوق وصنعت داخل مصر نفسها، زي شركه فايزر، زي شركه هوكس، تعديد من الشركات. طيب إذا هنا السياسة الدوائية هي الأساس. لابد من سياسة دوائية تعمل على تطوير الصناعة الدوائية عندنا. 2، تعمل على ان المادة الخام، تصنيع المواد الخام داخل مصر كما كان موجود ذلك من قبل، فلا نقف عند ان الدولار غلي فالمادة الخام احنا بنستوردها من بره، فالمادة الخام غليت يبقى هوبا نغلي الادوية، والا المصانع هتخسر، والا خطوط الانتاج هتقف، والاحتكارات بتتحكم فينا، وكل ما يتم في السوق المصري. إذن أول حاجة أمتلك لسياسة دوائية يضعها المجلس القومي للدواء. مثلا احنا محتاجين زي ما في مجلس أعلى مثلا للأسعار، نعمل مجلس أعلى للدواء يضع هذه السياسة الدوائية اللي بتتكلم على إنتاج مصري يكفي للدواء، تطوير خطوط الإنتاج عندك، تطوير صناعة الدواء بدل ما نستورد مادة خام تصنعيها داخل مصر. سياسة دايما تنتهج ان يبقى في دواء آمن وفعال وفي متناول المصريين، لان ساعات يقول لك ايه ده الدواء في مصر رخيص. لا، انت ما تقارنش بالاسعار بره، انت قارن بالدخول. يعني انا دخلي كام واقدر اشتري المنتج بهذا السعر ولا لا. احنا عارفين كويس قوي ان احنا دخلنا في غير القادرين الموجودين في مصر، واللي وفقا لاحصاءات كثيره في الحكومه بتقول 20 مليون، ثم اللي تحت حد الفقر اللي اصبحوا حوالي نص الشعب المصري، او كانوا زي ما بيقولوا 43% عند حد الفقر. ده غير بقى الفقراء والمعدمين اللي نتيجه كمان للسياسات النقديه والماليه بيزدادوا فقرا يوم عن يوم.
إذا السياسة الدوائية لابد إنها تبقى سياسة للرجوع مرة تانية إلى الإنتاج، أخفف من الاستيراد، أبتدي أعمل أدخل في تصنيع المادة الخام وتوفيرها هنا في مصر. هو ده الأساس، ألا تتحكم في الاحتكارات اللي موجودة في سوق الدواء. بالتالي هنا بقى لما أبدأ أطور وأعمل الصناعات الأدوية الحيوية وكل الحاجات دي، ممكن أستغني بعد شوية أو أستغنى عن الاستيراد. الحاجة التانية كمان اللي في السياسة الدوائية إن المفروض على مستوى الإدارة المركزية للصيادلة، والمفروض إدارات موجودة في وزارة الصحة، يبقى دايما معروف كويس قوي، دراسات بتقول أنا مخزوني قد إيه، محتاج قد إيه، يبقى إذن المفروض أوفر قد إيه. واضح إن ده مش سليم، لاني مش حاجه اقول ايه والله انا عندي بنسلين مثلا، في ازمه البنسلين يكفيني لمده 3 شهور. طيب هاجي قبل ال3 شهور بيومين 3 وابتدي لو انا بستورده او انا بصنعه ابدا اقول يلا بينا اصل في الانسولين هيخلص بعد كام يوم، يلا بينا يبقى المفروض نستورد انسولين، في مشكله يبقى المفروض خطوط المصانع تبدا في مشكله في الماده الخام وما حدث. لا، لابد من ايه، يبقى عندي كمان يعني السياسه نفسها الصحيه في مصر والدوائيه تبقى معروف كويس قوي احتياجاتك ايه. انت المفروض لو انا عندي مخزون يكفي 3 شهور يبقى ابدا من 4 شهور، يعني من قبل كمان بشهر من هذا المخزون، عشان اشوف انا بعد 3 شهور انا محتاج قد ايه. طيب هقدر اوفره ازاي؟ بالاستيراد، يبقى اوفر العمله، ولا هوفره مثلا من خلال خطوط الانتاج. والاحتكار في الدواء بيضرنا، يعني أن يحتكر شركة أو يحتكر مستورد صنف من الدواء زي ما احنا شفنا أكيد ضر الشعب المصري وكان على حساب المرضى المصريين. أيضا هذه السياسة الدوائية ضمن ننقل على المنظومة الصحية. لو جينا لمادة الصحة في مجلس الشعب، المادة 18 بتقول إن الرعاية الصحية والصحة حق لكل مواطن، وإن هذه الخدمة لابد أن تقدم له وفق الجودة، معايير الجودة العالمية، وإن الصحة حق لينا، وإن ميزانية الصحة لابد أن تكون، المفروض إنها كانت من 2016-2017 تكون 3% من الناتج القومي الإجمالي، تزداد إلى المعدل العالمي، والمعدل العالمي بيصل إلى 6%. في 3% من ساعة ما اتعمل الدستور، هذا الدستور لم ينفذ ويفعل حتى الآن، ولم تزد ميزانية وزارة الصحة اللي بتصرف على كل المنظومة الصحية من مستلزمات، من صيانة، من أجهزة، من تجهيز مستشفيات، من كل ده عن 2%. إذن هنا انت لا تفعل الدستور ولا تقدم الخدمة اللي المفروض كدولة تقدمها للشعب المصري، مقابل ان بيدفع ضرائب. انا بدفع ضرائب مباشرة وغير مباشرة من اجل تقدم لي الخدمات. من هنا هنلاقي شكوى الناس عن تردي الخدمات، عن تردي عدم توفر المستلزمات الطبية، عن تردي اني اصلي بروح الاقي جهاز الاشعة متعطل لمدة شهر، اصلي بروح الاقي جهاز الرنين المغناطيسي كذا. يعني دي نتائج لأسباب حقيقية في أن ميزانية الصحة ما زالت ميزانية ضعيفة جدا. وبتيجي الدولة تقول أجيب منين؟ فإحنا هنقول لها يا دولة، المادة 28 من الدستور بتقول لابد من ضرائب تصاعدية، ضرائب تصاعدية على الدخول. شريحة الضريبة اللي وقفت عندنا عند 22.5% على الدخول لابد أنها تزيد، إن شاء الله تزيد ل30 ل35 وفقا للدخول. هو ده العدالة الضريبية. النظام الضريبي العادل يؤدي إلى توفير للضرائب، ويؤدي إن الكل يدفع ضرائب، ويؤدي إلى إن الضرائب دي جزء بصرف منه على الخدمات اللي منها خدمة الصحة والتعليم. إذن هنا في سبب أساسي في تردي الخدمة الطبية أو في تردي المنظومة الصحية ككل. طيب في محاولات في إطار ده بقى طوال السنة اللي فاتت بنسمع عن حاجات. لو أنا عندي 3% والميزانية متوفرة، أكيد هقدر إن كان في عندي مستشفيات مقفولة
مثلا نتيجه لنقص الاجهزه او لنقص دكاتره، لان طبعا الدكاتره في عندنا نقص في الدكاتره. عشان نقول بالمره احد الاسباب تردي المنظومه الصحيه ليست فقط ان الاجهزه مش موجوده، لا، عندي نقص في الدكاترة حوالي 30%، عندي نقص في التمريض يصل ل 55%، عندي نقص في عدد الأسرة. إذا هنا لابد من معالجة هذه المنظومة الصحية. عشان أنت بتقول لي أنا عايزة أقدم الخدمة وفقا لمعايير الجودة، هي معايير الجودة هتتم دون أن يكون عندي اللي بيشغل ده كله ايه؟ يعني انا افترضي عندي احسن مستشفى في الدنيا، وساعات ناس تقول لك ده احنا عندنا المستشفى والاجهزه فيها واوضه العمليات فيها بس ما فيش دكاتره يشغلوها. اذا هنا انت عندك في المنظومه الصحيه ضلع بيقول ان عندي مستشفيات واجهزه، ضلع تاني بيقول رقابه، ضلع يعني ومعايير جوده، الضلع الثالث اللي بيقول من يقدم هذه الخدمة. طب اللي بيقدم الخدمة لابد هنا من انك نمرة واحد توفر له حياة كريمة، لان المفروض لو انت عايز تعمل تأمين صحي وتقعد الدكتور زي ما بيقولوا من الصبح في المنظور في التأمين الصحي، بحيث ما يروحش بقى يشتغل بره ويشتغل في مستوصف ويشتغل قطاع خاص، لان المفروض المنظومه تبقى انت متفرغ ليها، يبقى لابد ان انا اديله اللي بيكفي حياته حياه كريمه. مش هنقول لك يعني ان يبقى في عنده رفاهيه، على الاقل يبقى عنده هذه الحياه الكريمه. اذا هنا برضو عشان تزود مرتبات العاملين بالصحة كلهم، من أول الطبيب للممرض للأشعة لفن التحاليل يعني لكل ده للمنظومة الإدارية كلها، يبقى لابد أيضا زي ما رجعنا إلى نقطة أن تزيد ميزانية الصحة على مستوى الدولة. أنت عايز تعمل رقابة على المستشفيات وتعمل معايير جودة. طب معايير الجودة دي محتاجة إيه؟ محتاجة فلوس عشان أطور المستشفى عشان تصل إلى معايير الجودة. ولو جينا قانون التأمين الصحي اللي عامل هيئة الرقابة ومعايير يعني الجودة، دي أحد الهيئات الثلاثة، هيئة التأمين الصحي اللي هي مسؤولة عن التمويل، ثم هيئة الرعاية الصحية اللي هي كل المستشفيات وكل من يقدم الخدمة الصحية، ثم هيئة الرقابة والجودة ومعايير الجودة. وبيقول في القانون أنا مش هتعاقد مع مستشفى إلا لو كانت مستوفية إلى معايير الجودة. فإحنا بنقول له عندك المستشفيات في مصر، المستشفيات الجامعية، مستشفيات العامة، مستشفيات وحدات ريفية، مستشفيات طب الأسرة، مستشفيات تكامل، مستشفيات متخصصة، معاهد، كل ده هينضم للمنظومة الصحية، ويجب أن ينضم للمنظومة الصحية لأن ده بنية من مال الشعب. والمادة 34 و32 و33 في الدستور بتقول إن ملك الشعب عليك إنك تحافظ عليه ملك للشعب، يعني لا تخصخصه ولا تبيعه. هنا بقى في سؤال، طيب لو أنت ما وفرتش المعايير الجودة في هذه المستشفيات ما مصيرها؟ ده علامة استفهام كبيرة. يا ترى مصيرها هتبيعها؟ يا ترى مصيرها هتخصخصها؟ يا ترى مصيرها هتشارك القطاع الخاص فيها؟ فهنا بقى ينتفي ان يبقى في تأمين صحي اجتماعي شامل تكافلي بيقدم الخدمة بالتكلفة وليس محمل بالربح نتيجة للقطاع، يعني مساهمة القطاع الخاص. يبقى هنا في سؤال، زيادة أيضا زي ما بنقول ميزانية الصحة للصرف على هذه المستشفيات، وابدأ من دلوقتي دخل كل مستشفيات مصر لمعايير الجودة، ما استناش، لأن هو بيقول لك أنا هبدأ بالمحافظة اللي هبتدي فيها، لا أنت تبدأ من دلوقتي كل مستشفياتك تبدأ تصلحها وفق خطة زمنية، بحيث لما أجي أطبق التأمين الصحي في محافظة القاهرة يبقى مش لسه هقول المستشفيات هتعاقد معاها ولا ما تعاقدش، لا، ده هذه المستشفيات داخله في المنظومه. هذه المستشفيات لابد من انها تبقى فيها تطوير وفيها وملائمه زي ما بنقول لمعايير الجوده. يبقى نرجع تاني للميزانيه ونرجع تاني للمقوله الاساسيه، تيجي تقول تعليم ما هو ما فيش، تيجي تقول صحه ما هو ما فيش، تيجي تقول خدمات ما هو ما فيش، لا، اعمل لي ضرائب تصاعديه ولا تحابي الاحتكاريين وكبار الأثرياء الذين البعض يدفع منهم الضرائب والبعض متهرب حتى الآن. فين الضرائب بتاعتنا اللي هي حق الشعب تدفع؟ 2 زي ما قلنا ضريبة
تصاعدية أحد يعني مصادر التمويل لميزانية هذه الدولة. طيب نيجي نتكلم برضو في التأمين الصحي. قبل ما اسيب التأمين الصحي كان عندنا حوالي 400 مستشفى تكاملي أو ما سمي ب 398 مستشفى، ودي كانت جاية بمنحة وبنيت في سنوات يعني ماضية، ويمكن المستشفى اتكلفت حوالي 20 مليون أو أكتر. وكانت هذه المستشفى معمولة بغرض إنها يعني ما بين وسط ما بين وحدة صحية وما بين المستشفى المركزي العام، بحيث إننا يبقى فيها عيادة للأسنان، يبقى فيها نساء وتوليد، يبقى فيها عمليات جراحية بسيطة، بحيث إن أنا بدل ما أجي مثلا أمشي من القرية بتاعتي عشان أروح المستشفى العام 50 كيلو ولا 60 كيلو ولا 100 كيلو، لا، ألاقي الخدمة بتبقى متاحة. ما هي جزء من العدالة الصحية على فكرة وتقديم الخدمة أن تكون متاحة، إتاحة الخدمة في جميع أنحاء البلاد، ما تبقاش الخدمة أجي من أسوان إلى القاهرة عشان تقدم لي خدمة محددة. إذا جزء منها الإتاحة، يبقى كانت مستشفى التكامل بتحل ده. للأسف الشديد هذه المستشفيات يعني كما قيل زي ما بنقول عجز الدكاترة من جهة، عجز التمريض من جهة، كان سببا يعني وأسباب كثيرة دخلت في إن المستشفيات تبقى مقفولة. جم فجأة لقوا 400 مستشفى، طب نعمل إيه؟ نرجع تاني لأن ما عندناش ميزانية، طب نبدأ نشوف بقى نشاركهم مع القطاع الخاص ولا نبيع جزء لقطاع آخر يستثمر فيه، ونبدأ بقى مرة تانية الحاجات اللي اتبنت حتى بمنحة أو بمعونة أو بأموال الشعب نبدأ نفرط فيها، وإحنا محتاجين مستشفى ومحتاجين أسرة ومحتاجين تمريض ودكاترة وكل ده. نيجي بقى بالنسبة للتأمين الصحي. احنا يمكن اتكلمنا على الجودة واتكلمنا على زيادة الميزانية واتكلمنا على ان مفيش حاجة اسمها انا هتعاقد بس مع المستشفيات اللي معايير الجودة فيها عالية. لا، انت ملزم بكل يعني هيكلك الصحي اللي اتبنى بمال هذا الشعب وفقا للدستور لا تفرط فيه، وملزم بزيادة الميزانية لل3% على الأقل، يعني نبدأ بيها عشان يبقى في معايير جودة في هذه المستشفيات. ده نمرة 1، وده اللي يتفق مع الدستور. نمرة 2 لقانون التأمين الصحي اللي هو التأمين الصحي تكافلي اجتماعي شامل، يعني كل الناس بتشترك فيه وبنقدم الخدمة للي بيعيا. يعني بالظبط خلينا نقول ببساطة كده، لما الناس تعمل جمعية مع بعض، مجموعة بيعملوا جمعية، في واحد بيقبضها الأول. طيب احنا كلنا عاملين جمعية، كلنا من كبرنا لصغيرنا للغني للفقير للي في بحري للي في الصعيد بندفع اشتراك مقابل انك بتقدم لي الخدمة. هي دي الجمعية اللي احنا عاملينها. هل كل الناس بتعيا مرة واحدة؟ ما بتعياش مرة واحدة. اذا هذه الجمعية اللي انا بجمعها في اشتراكات شهرية بتوزع على العدد اللي هو تعب صحيا. دي المفروض التأمين الصحي في كل العالم. التأمين الصحي في نظام، ما عدا النظام بقى التجاري او النظام الربحي اللي زي موجود في امريكا، وان كانوا احنا عارفين ان في سياسات بتعالج الان يعني هذا النظام لمحاولة ان كل الناس تبقى تحت التأمين الصحي. عندنا مثلا في انجلترا من الضرائب، انت بتدفع ضرائب مقابل تقديم خدمات، يبقى الضرائب بتاعتك بتدفع، يبقى بقدم لك الخدمة الصحية. أو نظام مثلا زي فرنسا من الاشتراكات، أنت بتدفع مثلا 1% من اشتراكك، الشعب كله بيدفع مقابل تقديم الخدمة. هنا الحقيقة عملوا حاجة غريبة جدا، وأنا رأيي إنها تعمل مشكلة للشعب المصري اللي بيعاني من ارتفاع الأسعار وقلة الدخول، بيعاني من كل ده. بيجي بعد ما بيقول له أنت عليك اشتراك وليكن 1%، وصاحب العمل 4%، 1% إصابات عمل و3% بيدفعهم صاحب العمل، يبقى دي 4%، ودي 1% من الشعب، يبقى دي 5 من المواطن يعني المشترك، يبقى دي 5%. طيب جه عمل إيه بقى؟ جه طبعا صاحب العمل، عشان برضو اقول صاحب العمل ده اما الدوله، اما قطاع الاعمال، اما اللي في الحكومه، اما اللي في يعني اما اللي في القطاع الخاص، يعني المهم ان صاحب العمل هيدفع سواء كان خاص او عام. جه عمل حاجه احنا بنعتبرها منافيه بقى يعني ايه تامين صحي، ويعني انت بتدفع اشتراك مقابل الخدمه. جه عمل ما سمي بالمساهمات
ساعة تقديم الخدمة. دي اللي مرفوضة، لأن هنا هينتفي بقى التأمين الصحي التكافلي الاجتماعي الشامل. تأمين صحي تكافلي اجتماعي شامل إن أنا اديتك الاشتراك عشان لما أنا أقع في ورطة صحية تعالجني، إنما مش تيجي تقول لي والله هندفعك كمان مساهمات لتقديم الخدمة. طب افرض انا ما معيش، طب ما انا بدفع لك العمر ده كله. انا هفترض العمر الكبير في السن او اصحاب المعاشات اكيد اللي هم الاكثر يعني تعرضا للازمات الصحيه والعمليات الكبيره، او قسطره في القلب، او عنده ضغط وسكر، او. طيب اذا هنا لما تقول لي هات مساهمه، انتفى بقى نظام التامين الصحي التكافلي الاجتماعي الشامل. انت بقيت هنا في مقابل للخدمه. لا، المفروض التأمين صحي اجتماعي، يبقى أنا بديك الاشتراك، أنت بتديني الخدمة. إحنا رافضين المساهمات نهائيا. مش حكاية المساهمة بدل ما تبقى 700 جنيه تبقى 300 جنيه تبقى 1000 جنيه، لا، إحنا رافضين المساهمات لأن تنتفي مع مغزى التأمين الصحي. هيجي وزير المالية أو نائب وزير المالية يقول لك والله أصلي ما فيش فلوس. لا، في، اعمل لي ضرائب تصاعدية، هيبقى في، اعمل لي مصادر تمويل. وهناك على فكرة عدد من النواب طلبوا إعادة مداولة لأنهم طلبوا مصادر تمويل كتيرة جدا تغذي التأمين الصحي عشان ما حدش يتحجج ويقول لك ما فيش ميزانية. وعاملين مصادر التمويل دي اللي هي بتبقى نسب من السلع الملوثة للبيئة، يعني أكثرها السلع الملوثة للبيئة أو السلع اللي هي زي ما بنقول يعني السلع بقى اللي هي هنسميها الرفاه، يعني المرفهة جدا، يعني سجاير وغيرها، زي السجاير مثلا، زي السجاير فاحنا يعني ايوه طبعا. السجاير هم عاملين 75 قرش. احنا لجنه الدفاع عن الحق في الصحه طلبت من الاول ان يكون هناك نسبه، مفيش حاجه اسمها 75 قرش نزودها بعد 3 سنين ربع جنيه، لا، احنا بنقول مثلا 10% على جميع انواع السجاير. دي تبقى نسبة، دي هتزود الميزانية. لما اعمل على البورسلين وعلى السيراميك نسبة بتزود الميزانية. لما اعمل على مصانع الأسمدة والملوث للبيئة نسبة هتزود الميزانية. لما اعمل على السيارات الفارهة اللي بعد 2500 سي سي نسبة هتزود الميزانية. يعني تقدر تعمل مصادر تمويل تزود الميزانية، لكن ما تقعدش تحابي الكبارات واللي يقدروا يدفعوا وتقول لا مش هقدر اعمل نسبة، وتيجي تدفع المريض الغلبان اللي في لحظة ضعف ومرضه وتقول له والله انت يا هتدفع 10% في الدواء بحد اقصى، 10% في الدواء و10% في التحاليل و10% في الاشعاعات. لو انت رايح عيادة التأمين الصحي تكشف مطلوب منك تدفع 10% في كل من دول، لو انت مطلوبين منك بحد اقصى 750 جنيه. طبعا ازاي؟ يعني قولي لي لو انا اجدعها واحد بيخرج وياخد بعد كام سنه معاش 1200 جنيه 1800 جنيه 1000 وكام، وهتيجي تقول لي والله انت رحت عياده عيون ورحت مثلا عياده في حاجه في البطنه مطلوب منك اشعاعات، مطلوب منك تحاليل، مطلوب دواء، في الاخر تقول ادفع 10%. اكيد ده مرفوض، لان الناس مش هتقدر، وبالذات انه للاسف الشديد ما بيعفيش اصحاب المعاشات من ده. هو بيعفي فقط الامراض المزمنه والسرطان، يعني بيعفيه من نسبه المساهمات اللي انا بقول عليه. لا، احنا بنقول ان المساهمات تلغى، يعني ده مطلبنا، تلغى، لانها تنتفي مع مبدا التامين الصحي الاجتماعي التكافلي الشامل. وعلى الدولة أن تجد مصادر للتمويل، وعلى الدولة أن تجد تمويل لخدمة الصحة. ودايما احنا بنقول الصحة والتعليم دول الأساس على مستوى العالم، ودول اللي الميزانيات بتتحط ليهم. ليه؟ بيقولك استثمر في البشر، هذا البشر هو اللي هينتج لك، هذا البشر هو اللي لازم يبقى يعني اللي هيبني هذه البلد، هذا البشر هو اللي هيدخل شبابه الجيش، لازم يبقوا أقوياء وصحيا، صحة كويسة وأقوياء. إذا هذا البشر لابد من الاستثمار فيه في الصحة والتعليم. الاستثمار في البشر وتنمية الموارد البشرية أساس بناء هذا البلد، أساس استقراره. أنت قاعد تقول عايز استقر وعايز أبني، والزراعة والصناعة والجيش ومواجهة الإرهاب، يبقى لازم عندك يكون هذه البشر، هؤلاء
الشعب المصري والمواطنين والمواطنات على درجة من التعليم، وده حقهم وفقا للدستور، مش بنقول لك هتمنحهم. وأيضا بالنسبة للصحة، إذا لو جينا للتأمين الصحي اتكلمنا على إننا بنرفض المساهمات. نقطة بقى هامة جدا، التأمين الصحي على الأطفال اللي هم المواليد وقبل سن الدراسة وأثناء مراحل التعليم المختلفة في مصر سن له أكثر من قانون سابق في سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات، بتبقى على الدولة، والمواطن يعني ولي الأمر بيدفع مبلغ بسيط والدولة بتدفع مبلغ ضعفه مثلا، علشان ان انا ابني بيتعالج من ساعة ما يتولد، اعمل له بطاقة صحية، يدخل الابتدائي، رياض الاطفال الابتدائي، ثم بعد كده الاعدادي والثانوي، ثم الجامعي. طيب على مستوى العالم طلبة المدارس او الطلبة في مراحل التعليم وقبل سن الدراسة الدولة ملتزمة بيهم، وانا قلت حتى قبل ما اقول الكلام ده ملتزمة بيهم ليه؟ لان هم دول اللي انا هبنيهم، هم دول اللي وفقا للمادة 80 في الدستور مادة الطفل، ان الطفل من حقه انه يبقى له تعليم ويبقى له صحة ويبقى له أسرة مناسبة ومناخ مناسب بيتربى فيه. يعني اللي بقوله ده مش بدعة، لا ده هو ده الأساس، أن تبني هذا النشء صحيا وبدنيا وثقافيا وتعليميا ورياضيا وعلى كل المستويات. إذا هنا تيجي تقول لي إنه الأب يدفع، دي برضه مع ظروف الشعب المصري غير طبعا يعني مطلوبة على الإطلاق. أنت قلت لي، أنا قلت قبل كده صاحب العمل بيدفع 4%، واحدة إصابات عمل و3% من الاشتراك، من اللي هو المواطن بيدفع 1% من دخله. نيجي بقى على المواطن حط عليه ايه بقى؟ حط 3% للزوجة، لاني على فكرة في ميزة في هذا التأمين الصحي، ما هو في مزايا انه هيأمن على الأسرة، ما بقاش التأمين على الفرد. خير وبركة ان انت هتأمن عليا وعلى أسرتي، بس هعمل ايه؟ هعمل فيك ايه بقى؟ عايزني أمن على أسرتك؟ طب ادفع يا جميل. ادفع منين؟ يعني وانا على المعاش، ولا انا دخلي قليل، ولا انا مراتي ما بتشتغلش، ولا انا عيالي كتير؟ لا ادفع غير ال1% بتاعتك، 3% للزوجة، يبقى دي 4%، وادفع لي 1% عن كل طفل. يعني لو عندي طفلين 3 يبقى ادفع 7% او 8% من دخل شهريا. منين اجيب 8% او 9% من دخل شهريا؟ الحاجة التانية كمان، لو انت زي ما بيقولوا صاحب عمل. يعني ايه صاحب عمل؟ يعني راجل عامل دكانة، صاحب عمل وبيشتغل، هو اللي بيشتغل، مراته واقفة فيها، عياله واقفين فيها، بسميه صاحب عمل. ما بيفرقش بين بقى صاحب العمل الكبير وبين صاحب العمل الصغير ده. بقول له لا، ده انت صاحب عمل، ده انت هتدفع 5%، 1% انت واقف، انت اللي بتشتغل هتدفعهم، وتدفع 4% كصاحب عمل، يبقى بقت كام؟ 5%. وزيد على ده 3% لزوجتك، بقت 8%، وكل عيل حضرتك جايبه هتدفع 1% عليه. ده تأمين صحي؟ لان في الاخر وفي الاول خلينا واضحين، اللي عامل دكانه او اللي بيشتغل عند نفسه صاحب العمل البسيط ده يا جماعه في الاخر كويس انه يكفي نفسه ويطلع دخل يستره، لاني مع تكاليف الكهرباء الغاليه وتكاليف العماله الغاليه وتكاليف الايجار الغالي وتكاليف، ما هو صاحب العمل ده الصغير بيدفع ايجار وبيدفع ميه وبيدفع كهرباء، واحنا عارفين ان هيعامل بالسعر التجاري ويدفع كتير جدا. ألا يكفي هذا؟ ولا انت عايز الناس حتى اللي عامله مشروع صغير هي كمان تقفل من كتر الرسوم اللي عليها ومن كتر المساهمات اللي عليها ومن كتر الغلا اللي بتعانيه في التعامل مع السوق ومع الخدمات؟ إذا هنا إحنا أيضا بنقول إن طلبة المدارس لابد من إنهم نرجع تاني إلى ما يطبق الآن، وهو إن بيدفع مبلغ يعني رمزي أو بسيط، والدولة تتكفل، على الدولة أن تتكفل بطلبة المدارس. وأنا الحقيقة بطلب، وكان هناك مؤتمر في السويس عقب ما أقر القانون، لأن السويس كانت من المحافظات اللي قالوا هنطبق فيها التأمين الصحي، ثم رجعوا قالوا بورسعيد.
في الوقت ده بقى انا بقول ان بالنسبه قالوا ببساطه يعني، ووصلت الناس انها تبعت تلغرافات لرئيس الجمهوريه: نرجوكم عدم التصديق على قانون التامين الصحي. واحنا على فكره متضامنين احنا كمان كلجنه الدفاع عن الحق في الصحه، ونقابه الاطباء ايضا بعتت هذه الرساله: نرجوكم يعني لسياده الرئيس، يعني نرجوك انك ما توقعش عليه عيد المداولة في هذه المواد التي نتكلم فيها اللي هي لصالح الشعب المصري. وان على اولياء، انا بقول اولياء الامور ايضا رسالة يقولوا للرئيس يعني يا رئيس الجمهورية، عيالنا دول مستقبل هذه البلد، وعلى الدولة ان يعني تصرف عليهم في التأمين الصحي ولا تحملنا فوق طاقتنا. ده بالنسبة للتأمين الصحي، أو أبرز يعني الحاجات. قلنا بنرفض المساهمات، بنطالب إن الطلبة كلهم في مراحل التعليم يتصرف عليهم. قلنا إن الجودة لابد دي إلزام الدولة ملتزمة بيها. قلنا ان لابد فعلا، طبعا انا فوجئت بان وزير الصحه بيقول ده اللي هيجي في التامين الصحي واللي هنتعاقد معاه من الدكاتره ياخد 30,000. يعني ايه كفايانا كلام يعني علشان طيب ماشي هطبق التامين الصحي في بورسعيد، هقوم بقى جايب الايه الدكاتره اديهم هناك 30,000، والدكاتره اللي هنا لسه بياخدوا ايه 1000 جنيه ولا 2000 جنيه. يعني في خطأ، ما في خلل. الخلل ده بيخليني اقول ايه بقى يا ستي؟ اقول انه عايز يطبق التامين الصحي في 15 سنه. الحقيقه دكتور مجدي مرشد اللي هو في لجنه الصحه في مجلس الشعب قال ان ده مش معقول، ان انا مثلا هبتدي بمحافظه بورسعيد وباجي بالمحافظه اللي عددها قليل جدا يعني واللي ممكن يبقى دخولها اعلى مثلا من محافظات تانية، وامشي 15 سنه بحيث اخر محافظات بكثافه سكانيه عاليه جدا تبدا من 28 ل 32، من 2028 ل 2032، اللي هي مثلا الدقهليه، كفر الشيخ، اعتقد الغربيه، القاهره الكبرى اللي هي القاهره